في مثل قديم كلنا نعرفه اسمه جيك حالها عماها او زاد الطين بله. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الدكتور احمد السعداني وحلقه جديده من برنامج صيدلتك في بيتك. المثل ده بينطبق بالظبط على المريض اللي عنده خراج في اللثه بتاع الاسنان، سواء طفل او حد كبير. جالي مريض عنده خراج في اللثه بتاع الاسنان، وللاسف راح مكان واتكتب له او اتوصف له مضاد للالتهابات والتورم زي الالفنترين او الامبيزيم وزي الماكسيلاس في حاله الاطفال. وده طبعا السبب بتاع المثل اللي احنا قلناه ان هو جه كحالها عماها او زاد الطين بله. وطبعا اداله مضادات الالتهابات والتورم عشان يقلل الورم، واللي اداهوله للاسف ما يعرفش ان انت لما تستخدم مضادات الالتهابات والتورم ده بتزود الورم وتزود الالتهابات وانتشار البكتيريا عند المريض. ليه بقى؟ لان البكتيريا اللي موجوده في الخراج في اللثه بتاع المريض بتبقى محاطه بغشاء، الغشاء ده بيبقى محيط بالبكتيريا ديت عشان يمنع من انتشار البكتيريا ومجمعه في منطقه معينه في اللثه. حضرتك لما تيجي تديله ماكسيلاز او الفنترن او امبيزيم اللي هي مضادات الالتهابات والتورم، دي عباره عن انزيمات هاضمه هتقوم بهضم الغلاف اللي بيحاوط البكتيريا وبيمنع من انتشارها، فبالتالي هتساعد على انتشار البكتيريا في اكتر من منطقه وفي الجسم كله، والورم هيتنقل من الشكل ده للشكل ده. عشان كده بنقول حذاري انك تستخدم مضادات الالتهابات والتورم زي الامبيزيم او الالفنترن في حالات الكبار، او الماكسيلاز في حالات الاطفال. في حالات خراج الاسنان ممنوع استخدامهم منعا باتا. احنا بنحذر نهائي اوعى تستخدم مضادات الالتهابات والتورم زي الامبيزيم والالفنترن والماكسيلاز في حالات الخراج بتاع الاسنان. تقدر تستخدم مضاد حيوي كويس زي الاوجمانتين وامثاله، وتقدر تستخدم مسكن مضاد التهاب كويس زي الكتافلاي والبروفين وامثاله. اوعى تستخدم مضادات الالتهابات والتورم زي الالفنترن والامبيزيم والماكسيلاز في حالات الخراج بتاعه لثه الاسنان. وشكرا.